السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنحضر مع بعض الفراخ المشويه في الفرن بتتبيله الحاتي اللي تجنن مع سر التسويه المظبوطه. كمان هنعمل سلطه الطماطم المشويه. بس لو اول مره تشوفوني، انا شيماء الحلواني، وفضلا ادعموني بلايك ويلا بينا نبدا على طول. مبدئيا كده، وفي الفراخ المشويه بالذات سواء في الفرن او على الفحم، محلول النقع بيكون اهم من التتبيله، لانه بيطري اللحم وبيساعد على التسويه المظبوطه وما بيخليش فيه اي دم على العظم، ودي مشكله بتقابل ناس كتير. محلول النقع عباره عن معلقتين كبار من الملح، معلقتين كبار من السكر، عصير ليمونه كبيره، كام حبه ورق لوري على حبهان وقرنفل، قرفه خشب وفلفل اسود حب واي اعشاب عطريه تفضلوها. بنقع فيهم الفراخ على الاقل 4 ساعات ولحد ليله كامله، وخصوصا لو الفراخ طازه، ذبح اليوم يعني. انا سبتها ليله كامله وشايفين اللي نزل من الفراخ عامل ازاي. هشطفها بقى واصفيها وابدا اعمل لها تتبيله. لكل فرخه واحده هحتاج بصله متوسطه، قرن فلفل، حبتين طماطم، 4 أو 5 فصوص من الثوم، كوبايه زبادي صغيره، ربع فنجان من الخل، وربع فنجان من الزيت، ومعلقه كبيره مستردة، وعصير ليمونه كبيره، معلقتين من الصويا صوص. والبهارات عندي ملح وفلفل، بابريكا مدخنة، جنزبيل وروزماري وكاري وحبهان، وبهارات مشكلة. وهتلاقوا كل المقادير في صندوق الوصف. لو بتعملي اكتر من فرخة هتضاعفي طبعا الكميات، ولو ما عندكيش حاجة او اتنين من اللي قلنا عليهم برضو اشتغلي عادي. ما توقفيش نفسك على حاجة، مش لازم كل البهارات والمكونات دي تكون عندك. هي طبعا حاجات بتعلي الطعم، بس مش كلها اساسيات. انزلي بالفراخ في التتبيله، وممكن تعملي فيها فتحات صغيره بالسكينه علشان تتشرب كويس، وسيبيها في التتبيله على الاقل برضو 4 ساعات، وممكن لحد ليله كامله. في صينيه عندي فيها ميه بتغلي، وفقتها مع الشبكه المتوفره عندي برضو، ممكن تستخدمي شبكه الفرن عادي جدا. حطيت في الميه دي شويه فلفل اسود حب مع ورقتين لوري، وحبهان وقرنفل واي اعشاب عطريه متوفره عندك. دهنت الشبكه كمان زيت عشان الفراخ ما تلزقش فيها، ورصيت الفراخ الجلد بتاعها لتحت عشان الشبكه تعلم فيه ويبقى شكله حلو. دخلت الفراخ فرن سخن على درجه حراره 200، وحطيت الصينيه على القاعده بتاعه الفرن. وهبدا دلوقتي اعمل معاكم سلطه الطماطم المشويه. عندي حوالي 5 حبات من الطماطم مع قرن فلفل حلو ونص راس توم صغيره. دهنتهم زيت ورشيتهم ملح وفلفل، ودخلتهم الفرن على الشبكة والفراخ بتستوي لحد ما اخدوا اللون الشوي الحلو ده. هحطهم بقى في الكبة، وهضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت، عصرة ليمون، كمون، وظبطي الملح بتاعهم. اخدتهم لفة في الكبة. والسلطة دي خطيرة مع المشويات، تحفة بجد. عايزة بس رشة بقدونس على الوش وكده تمام قوي. بعد ساعة تقريبا طلعت الفراخ، قلبتها على الناحية التانية ودخلتها الفرن، واخدت حوالي ساعة كمان، وطلعت بالشكل الخطير ده. يعني مدة التسوية بتكون تقريبا ساعتين، فرن عالي في أول نص ساعة، وبعد كده بخفض درجة الحرارة شوية، وفي آخر 5 دقايق بولع الشواية عشان تاخد اللون الحلو ده. ممكن طبعا تحطيها في حلة وتولعي لها فحمة تاخد ريحة الشوي بتاع الفحم، وهتبقى خطيرة. البهاريز بقى اللي نزلت من الفراخ بعد المية ما نشفت، بدي للفراخ بيها تلميعة قبل ما اقدمها على السفرة على طول. والعيش اللي تحت الفراخ ده بيبقى خطير مع سلطة الطحينة طبعا. وبس كده. بتمنى يكون الفيديو عجبكم وانكم تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية كتير بإذن الله. كنت معاكم شيماء الحلواني. مع السلامة.